بعد ما اختفى الأنظار في المباراة الودية ضد المنتخب الموريتاني تحت ال20 سنة، سالم بوعجيلة واحد من المواهب اللي تم اكتشافهم في الدورة الودية، ويسجل زوز أهداف في مرمى المنتخب الموريتاني. لاعب يلعب مهاجم سريع في نادي جوستي بي التركي تحت 19 سنة، وسبق له انه لعب 11 مباراة مع الفريق الأول، ومنهم 9 مباريات في البطولة التركية، بجانب أمين الشرياني لاعب المنتخب التونسي. اليوم باش نتعرفوا على سالم بوعجيلة والعروض الأوروبية اللي تقدمت ليه حاليا، ولكن قبل ما نبديو ما تنسيوش تخلوا معاكم لايك واشتراك، وخلينا نبدو. سالم بوعجيلة ولد في 1 أوت 2007 في مدينة هولسنكي الفنلندية، ورث الجنسية التونسية على الأب متاعو. بدأ كرة القدم مع شباب هولسنك في عمر 19 سنة، طلع للفريق الأول ولعب أول مباراة ليه، وغاديكا انتقل كسبيل الإعارة لنادي اف سي ريد النمساوي، واللي خاض معاهم 13 مباراة وقدر انه سجل 3 أهداف. وغاديكا شارك مع المنتخب الفنلندي تحت 17 سنة. وقت وفات إعارته مع نادي اف سي ريد، لهنا نادي كوستي بي التركي طلب اللاعب إعارة لمدة موسم، ولهنا لعب 4 مباريات في الدوري التركي و15 مباراة في الدوري التركي تحت 19 سنة، وقدر انه يسجل فيهم 11 هدف، واللي خلي كشافين اوروبيين يتبعوا اللاعب. حاليا 4 أندية أوروبية استعرفت باهتمامها للاعب. نبداو بنادي ريو فاليكانو الإسباني، واللي حاليا في المرتبة 13 في الليج، ونادي أثينا اليوناني واللي حاليا متصدر الدوري، ونادي اختا برلين الألماني واللي عبر عن اهتماماته باللاعب وممكن ياسر يبعث له عرض في الميركاتو الصيفي. ونادي الاخر هو رابيد فيينا النمساوي واللي حاليا في المرتبة الثالثة في الدوري. ونادي كوستي بي التركي عبر عن اعجابه للاعب وممكن انه يتقدم بعرض رسمي في الميركاتو الصيفي. بعد ما حكينا على العروض اللي تقدمت للاعب، توا خلينا نحكيو على مستقبل اللاعب الدولي، لانه عنده الجنسية الفنلندية والتونسية. كما قلنا انه خاض تجربة مع المنتخب الفنلندي تحت 17 سنة، وزيد خاض تجربة مع المنتخب التونسي تحت 23 سنة، وتمكن من تسجيل هدف ضد المنتخب الإماراتي.